من تاني وضيفي النهارده لعيب يعني صديق شخصي وانا بعتز بصداقته، محترم جدا، اخلاقه عاليه، غير اللي هو حريف. برحب بيك يعني عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزها تبقى جد، وهاني العجيزي بالنسبه لي حد قريب قوي، فانا لقيتك متوتر ومكشر، فانا الاول برحب بيك في اخبار العاصمه. اهلا طبعا يا كابتن شادي، مبروك طبعا على البرنامج الجميل دوت، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. واحنا طبعا زي ما انت قلت احنا اصحاب يعني. طبعا انت مضيع فلوسك على اللبس وبتاع، انا عارف. فلعيبه كتير جدا في سموحه قالوا لي ما بنمشيش مع هاني العجيزي، لانه ما بنمشي بياخدنا على طول نروح نجيب لبس ومضيعين. لا انا بحب اللبس شويه ويعني فاكر بركات كان بيقول لك ايه؟ فاكر؟ مالوش لازمه بقى الكلام ده. لا قول. مالوش لازمه. لا تقول. هيقول ايه يعني؟ عادي، كلام عادي يعني. انت عارف كان بيقول لك يعني انا شايف ان انت راجل تهتم بالبدل واللبس واعلانات احسن من انت تلعب كوره، صح؟ هو بس عشان ستايل وحش وما يعرفش يلبس فبتضايق شويه من الموضوع ده. يعني يا هاني مش عايز ابتدي معاك الاول عشان انت برضو توضح للناس. انا هنا ببرنامجنا كان المشكله اللي حصلت لك الاخيره والناس كلها قالت هاني مش عارف الراجل ممسوك وعمل مش عارف، عملت قصه وممكن تحصل لاي حد عادي جدا، فانت وضح للساده المشاهدين ايه اللي حصل بالظبط وخرجت ازاي وايه الموضوع بدايته يعني. ده موضوع، بص يا شادي، موضوع اي حد ممكن يتحط في موقف زي ده. يعني انا ماشي بالعربيه بتاعتي، ظابط وقفني. قال لي، بس هو وقفني بطريقه مستفزه شويه. كنت داخل مكان ما كده، وبعدين فالطريق كان واقف ورايا، فغصب عني كنت داخل لازم الناس بتقطع التيكت وكده، فكنت لازم اقف في الدور يعني. فالطريق واقف ورايا، فالمفروض ان الظابط لما حد يجي يكلمك يتكلم معاك بالراحه. يعني بيقول لك مثلا ايه، بيخبط بايده، لا ده جاي يخبط مثلا، بيخبط باللاسلكي على الازاز، وبقول له انت بتخبط كده ليه وبتاع، فبكلم معاه بالراحه يعني خالص. قال لي انت هتعلمني شغل مش هتعلمني شغل وبتاع، فما انت فاهم، انت فشدينا مع بعض عادي، مشاده كلاميه عادي يعني، ما حصلش اي حاجه. لو قبل الثوره كنت اتعاملت معاك ايه؟ هو اللي قال لي مش انا. هو اللي قال لي واحد كان واقف معاه كمان، مش هو يعني، عشان ما ابقاش كداب يعني. هو جه قال لي هي خلت الثوره اللي خلت الناس تعمل فينا كده ومش عارف ايه. قلت له يا ابني ثوره، انت مكبر الموضوع ليه وبتاع ومش عارف ايه. بس وبعدين الموضوع كبر شويه، رحنا بقى الاسم وكده، فما عرفناش بقى خلاص الموضوع كبر كده. وبعدين كلمت انا الناس في النادي وكده، وباشمهندس فرج وكابتن شوقي. الناس حاولوا ان هم يحلوا الموضوع، بس الموضوع ما اتحلش يومها، فاضطريت ان انا ابات وكده. وتاني يوم اتعرضت على النيابه. الحمد لله يعني، وكيل النيابه لما شاف التحقيق او المحضر ما لقاش ان انا غلطت في حاجه يعني، فاداني خلاص خرجت، واداني 500 جنيه غرامه واخلى سبيل يعني. بس لسه الموضوع شغال يعني، لسه الموضوع شغال وكده. قعدت في الحجز ولا ايه؟ قعدت في الحجز طبعا. بقول ايه، عادي يعني، ده وده. لا طبعا يعني ده موقف بايخ جدا وطبعا بص يا شادي، انا اللي اتضايقت منه ان الناس يعني المفروض ان لما حاجه زي دي الناس يعرفوها، صحفي او اي حاجه، المفروض يبقى عارف ايه اللي حصل بالظبط. تمام. لان اللي كتب تاني يوم قال لك القبض على هاني العجيزي ومش عارف ايه بايخ. بالظبط يعني. انا مش واحد مثلا ايه، مش شارع ولا واحد، انا راجل محترم الحمد لله، والناس عني تعرف كلنا ان انا محترم ومش بتاع مشاكل، واول مره اتحط في حاجه زي دي، فطبيعي ان اي حد بيتحط في موقف زي دوت. فاللي حصل كله انا حكيته وقلته في المحضر، وما حصلش اي حاجه. وظبط اتاسفت له يومها كمان، بس هو ما رضيش ان هو يتقبل اسفي، فهو حر يعني. فالموضوع شغال لحد دلوقتي ومفيش اي حاجه، والدنيا ماشيه يعني. الحمد لله اللي هو عدى على خير. خليني بقى ادخل معاك يا هاني. دلوقتي في مرحله في البدايه كانت مع نادي الزمالك في قطاع الناشئين، كنت موجود، وبعد كده من بعد كده على البلديه. تمام، صح كده؟ تمام. انت كان نفسك تكمل في نادي الزمالك ولا انت شفت اللي كان لازم تمشي عشان تلعب وتاخد فرصه؟ والله بص يا كابتن شادي، انا طول عمري انا زملكاوي، تمام. فانا بحب نادي الزمالك جدا، وقعدت حوالي 6 سنين في الناشئين في نادي الزمالك، وعملت يعني فيهم حاجات. سالت اي حد في نادي الزمالك اقول لك انا كان عامل ازاي في الناشئين، واكيد كنت بتسمع يعني. كان نفسي ان انا اكمل طول حياتي في نادي الزمالك، بس هو اللي حصل كان ايام هنري ميشيل اللي كان ماسك، وحصل شويه مشاكل في الفرقه وكده، وانت عارف ان نادي الزمالك كان بيمر مشاكل كل سنه دايما يعني. فمشيت زي اي حد بيعدي السن وكده، فمشيت ورحت نادي البلديه. كانت الدنيا باظت معايا شويه في الفتره دي، كان لانه ما كانش لسه اسبوع على الرقيب بس اديت معاهم مستوى هايل في البلديه. هو ربنا بقى شايف بصراحه يعني، ربنا عشان انا اتظلمت في النادي، فربنا وقف جنبي الحمد لله. وانا تعبت بصراحه يعني. انا لما رحت نادي البلديه حطيت اصرار قدامي ان انا اكمل، ان انا واثبت للناس ان انا كويس، ان انا لعيب كويس. الحمد لله ربنا كرمني في اول 6 شهور، بدليل الناس كلها اتكلمت عليا، ونادي الزمالك اتكلم عليا تاني. فاكر الجون ده هاني؟ ده طبعا من احسن جون جبته في حياتي يعني. هم ما يتعدوش يعني، ما جبتش كتير يعني.
بس لا والله جون عالمي. جون حلو. طب يعني انت، يعني انا ساعات انا شفت امكانياتك وانت موجود في النادي الاهلي، كنت بتكسر الدنيا وبتاع، بس انت ما بتلاقيش نفسك تحت ضغط؟ لا يعني لا بتبقى بالعكس. مضغوط؟ لا بالعكس، انا في الماتشات اللي تلاقي فيها جمهور وتلاقي فيها ضغط ببقى كويس فيها. الماتشات اللي هي كده، بدليل ان انا لما رحت نادي الاتحاد السكندري برضه. لا انا عايز اخدها خطوه بقى، انت بعد البلديه رحت النادي الاهلي. رحت النادي الاهلي كلمني ونادي الزمالك كلمني، بس والدي الله يرحمهم يعني بعد اللي حصل معايا في نادي الزمالك ما رضيش ان انا ارجع نادي الزمالك. دلوقتي هي دي النقله اللي انا عايز اقول لك، انت رحت النادي الاهلي، المدربين وانت موجود كانوا بيثقوا فيك جدا، وكانوا في التمرين كنت بتكسر الدنيا. انت ما لقيتش نفسك مع النادي الاهلي؟ وايه الاسباب اللي انت برضو مع هاني العجيزي ما ظهرش كل امكانياته مع النادي الاهلي؟ بص يا كابتن شاهين، انا اقول لك على حاجه. النادي الاهلي، انا رحت النادي الاهلي وفي كان فيرود، في 6 فراوده كتير. كان فلافيو، كان متعب، كان احمد بلال، كان اسامه حسني، كان ابو تريكه، كان ناس كتيره جدا. كنت رايح برضو في وسط ايه، يعني حتى لما جيت اروح الناس كلها تيجي تكلمني تقول لي انت رايح يا ابني تعمل ايه في وسط الناس دي؟ ده الناس دي نجوم، دي مش عارف ايه. فانا حطيت تحدي بيني وبين نفسي ان انا اروح هعمل حاجه كويسه، اعمل اسم هناك، هكون اضافه للنادي. الحمد لله اول ما رحت، الحمد لله بشهاده مانويل جوزيه نفسه، انا اول ما رحت قال لي انت هتبقى حاجه جامده في النادي الاهلي في معسكر المانيا. وجيت بعدها الحمد لله يعني شديت على نفسي في التمرين وفي المعسكر. ايوه كنت ماشي كويس جدا. كنت ماشي كويس الحمد لله. الفتره اللي قعدتها في النادي الاهلي كلها، كانت الاولى السنه الاولى، انا قعدت سنتين، السنه الاولى والسنه الثانيه مع الكابتن حسام البدري كنت اتمرن كويس جدا الحمد لله. يعني حتى الكابتن حسام لما كان يتكلم معايا كان بيتكلم معايا كويس جدا. بس المشكله بقى ان انا السنه الاولى الحمد لله لعبت في ماتشات. انا ده اول ماتش ليا اللي هو بتاع بتروجيت ده جبت 3 اجوان. جبت فيه جونين جبت فيه جونين الحمد لله. يعني السنه الاولى عملتها كويس مع مستر مانو جوزيه وكنت ماشي كويس جدا. بس بعدها بقى جالي اصابه الحوض دي، قعدت معايا حوالي 6 شهور. كنت كل ما اجي العب كانت ترجع تاني. انت عارف بقى الحوض، اصابه الحوض. لا وانا برضو اتذكر يا هاني ان انت كان في يعني اخدت ماتشات وكنت كويس جدا، وممكن تلاقي نفسك بره ال 18. ده احقاقا للحق. ده اللي كان كله بيقول استغرب اكيد بيطلعك بره عشان يخلق دافع عندك، بس ما كانتش مبرر. احنا كلاعيبه زمالك انت عارف مش بايدينا اي قرار، المدرب هو اللي بيكون. فالحاجات دي كانت بتاثر فيك نفسيا؟ اكيد طبعا اكيد. بص عشان لما تتمرن انت كويس وتيجي تلاقي رد فعل مدرب ان انت طلعك بره 18، دي بتبقى صعبه جدا. انت عارف انت لو اتمرنتش كويس مفيش مشكله، لو انت مثلا فيك حاجه مفيش مشكله، لكن انت اصعب حاجه في الدنيا ان انت تتمرن كويس وتطلع بره السكور. زي اللي بيحصل معايا مثلا الفتره الحاليه اللي انا موجود فيها في سموحه. الحمد لله بتمرن كويس وبطلع بره السكور برده. يعني في كذا ماتش طلع كابتن شاطر انا بره السكور. هنتكلم في الموضوع، هنتكلم فيها طبعا. انا هاخد بس خلينا ماشيين مرحله. يعني ما زعلتش وانت ماشي من النادي الاهلي؟ لا خالص، لان انا طلبت ان انا امشي. الناس كلها مفكره ان انا مشيت. الناس لا، انا بالعكس. انا الكابتن يعني قعدت مع الكابتن هادي خشب ايامها، كان هو اللي ماسك مدير الكوره، كان هو اللي ماسك الفتره دي. قلت له يا كابتن هادي، يا كابتن هادي انا عايز امشي. انا اتخنقت لان الاصابه كانت قعدت معايا فتره كبيره جدا. كان لازم ان انا اغير، كان لازم في انت بيجي لك وقت كده يا كابتن هادي ان انت خلاص بتبقى وصلت لمرحله ان انت اتخنقت، عايز تغير، عايز تشوف نفسك في مكان تاني. فطلبت ان انا اطلع اعاره. الكابتن هادي قعد معايا قال لي يا ابني ما تمشيش. قال لي يعني والله العظيم زي ما بقول لك كده، قال لي ما تمشيش، انت مستقبلك كويس في النادي وانت لسه صغير. ارجعوا لنا يا جماعه عشان الكابتن هاني بيتكلم كلام مهم. بس فالكابتن هادي طلب مني ان انا اقعد. قلت له معلش يا كابتن هادي، انا نفسي ان انا امشي، او حتى لو هطلع سنه اعاره او 6 شهور اي حاجه، يعني مفيش مشكله بالنسبه لي. بس انا عايز اطلع بس اخد فرصتي بره، لان انا شايف ان انا فرصتي اليومين دول الفتره دي هتبقى صعبه جدا. كان متعب بقى رجع، كان محمد فضل جه، كانت الناس برده كان كتير، يعني الفراوده كان كتير في النادي. فالراجل بصراحه كتر خيره كابتن هادي وافق، وطلعت نادي الاتحاد اعاره 6 شهور. ما ده تفكير محترم، لان انت بتلاقي فرصك في اللعب قليله. انا هفضل انا جاي عندي طموح وعايز اكبر وعايز اسمي يكبر، فانت لقيت الدنيا صعبه فبالتالي اخدت خيار نادي الاتحاد. بالظبط. بص يا كابتن، في ناس ممكن تروح النادي الاهلي تقول لك انا مبسوط ان انا في النادي الاهلي، مش فارق معايا ان انا العب، انا اسمي ان انا في النادي الاهلي، رايح في اي حته، رايح مش عارف فين، انا اسمي في النادي الاهلي، فرحان ان انا في النادي الاهلي. لا، في ناس لعيبه كوره تحب انها تلعب، تحب تبقى موجوده في الملعب على طول. فهي دي يعني مش عند اي حد برضه. يعني في ناس بتقول لك انا فرحان ان انا باخد فلوس ومتصيط وبتاع. بس يعني كان في تقصير منك انت ولا انت اكيد؟ لا اكيد قصرت طبعا، عشان ما ابقاش كداب. اكيد قصرت في حاجات، بس انا بصراحه يعني ما اعرفش ايه بالظبط، بس اكيد انا قصرت في حاجه. عشان كده حصل الدروبات اللي حصلت لي دي، وان انا مشيت وكنت في مستوى اكبر من انا فيه دلوقتي. بس اكيد في مقصر طبعا اكيد يعني. هنروح لمرحله بقى نادي الاتحاد. رحت نادي الاتحاد، كنت سبحان الله كان مستوى هايل جدا، بتجيب جوان، الفرقه بتعتمد عليك هجوميا، مهارات في كل المباريات. ايه اللي خلاك
تظهر بالمستوى ده مع نادي الاتحاد؟ ان انت مشيت من النادي الاهلي وعايز تثبت للناس ان انت حاجه كويسه او ان انت لعيب كويس. ده كان كل تفكيري، كان النمره واحد في ان انا اثبت للنادي الاهلي ان انا لعيب كويس، واثبت للناس كلها ان انا لعيب كويس. الحمد لله لما رحت نادي الاتحاد يعني اللي ما لعبتش كتير برضو، جاي عليا فتره برضو مع مستر كابرال ما لعبتش كتير، ده كان اول ماتش ليا في الاتحاد. ما لعبتش كتير برضو مع مستر كابرال لان كان حصل برضو شويه اتعلمت مشاكل تشوط معاه. ضربات جزاء من مين؟ اكيد منك يا كابتن. والحمد لله ربنا كرمني، وفي في الموسم ده جبت جونين في الزمالك وجبت جون في النادي الاهلي. يعني موسم عملت كان حلو قوي هاني، اللي اوتو بونج سريع جدا وانت حريفه كنت بتحط له في انا اتفرجت عليكم كتير. كان لعيب كويس قوي يا شادي بصراحه، يعني من الفراوده الافارقه المميزين اللي لعبت جنبهم يعني. سريع جدا 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 ودماغه كلها كوره، يعني مش اللي هو في ناس سريعه كده وما بتعرفش تلعب، لا ده لعيب كوره. فعملت سنه كويسه الحمد لله ربنا كرمني فيها. وعلاقتك كمان كانت مع جمهور اسكندريه بصراحه الناس يعني جمهور اسكندريه جمهور، انت عارف يعني، انت عارف هناك يا شادي وعارف ان اسكندريه عامله ازاي. بس يعني مين بقى اللي تفاوض معاك ورحت بقى بعد كده سموحه، المحطه اللي بعد الاتحاد سموحه؟ بعد نادي الاتحاد كنت المفروض ان انا ارجع تاني النادي الاهلي، بس ما حصلش نصيب لان الكابتن حسام بدري اللي ماسك الفتره دي وقال لهم ان انا مش محتاج هاني بصراحه، يعني قال لهم انا مش محتاجه. بصراحه الباشمهندس فرج قاعد معايا، راجل محترم جدا، من الناس اللي بصراحه يعني بصراحه من الناس اللي الواحد قليل لما اتعامل مع واحد زي الباشمهندس فرج. يعني الراجل قعدت معاه واتكلم معايا وقال لي انا محتاجك باي مبلغ وباي حاجه، ويعني حتى لو انت عارف ان هو اشتراني بمبلغ برضو، يعني مبلغ مش صغير، ان انت ماشي من النادي الاهلي وحد يشتريك بالمبلغ ده. انا مش عايز اقول المبلغ طبعا لان ما ينفعش ان انا اقوله. اشتراني بمبلغ كبير والحمد لله دي كانت ثقه فيا كبيره من الباشمهندس فرج. ورحت نادي سموحه برضو، يعني كده نتكلم فيها. خلينا بقى هنتكلم عن سموحه باستفاضه، نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نجمنا النهارده الكابتن هاني العجيزي.